أويس القرني رجل فقير من اليمن، ما كانش عنده حد في الدنيا غير أمه اللي كان بار بيها جدا. كان بيتمنى أويس إنه يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم ويشوفه، لكن منعه بره بأمه حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان في الفترة دي جماعات من اليمن بيروحوا للمدينة للانضمام لجيوش المسلمين، وكان أويس نفسه يبقى معاهم لكن ما قدرش. الغريب إن كان كل ما يجي وفد من اليمن كان يجري عليهم سيدنا عمر رضي الله عنه ويسألهم: أفيكم أويس؟ يعني فيكم حد اسمه أويس؟ يقولوا له لأ. لغاية في مرة جت جماعة من اليمن وجري عليهم وسألهم: أفيكم أويس؟ وفعلا قابله وقال له: أنت أويس؟ قال له: نعم. قال له: من قبيلة مراد؟ قال له: نعم. قال له: من مكان اسمه قرن؟ قال له: نعم. قال له: طب كان عندك برص وخفيت إلا مكان صغير في جسمك قد الدرهم؟ استغرب سيدنا أويس جدا وقال له: نعم. قال له: طب عندك يعني يقصد ما زالت حية على قيد الحياة؟ قال له: أيوة. قال له: الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن قدومك من اليمن وقال كل صفاتك، وقال كمان إنك لو أقسمت على الله لأبرك. يعني متخيلين لو طلب أي طلب من ربنا سبحانه وتعالى بيتحقق على طول، وده معناه إنه كان مجاب الدعوة. وطلب وقتها منه سيدنا عمر إنه يستغفر له.